جزار دي سلام للباشا وهو ماشي. طول ما انت موجود ما بشيلش هم حاجه يا محمد. انت برنس، انت برنس. يا ترى الخروف الحلو المتقطع ده بس لعقيقة ابن محمود وسحر ولا لحاجة تانية؟ وكمان حسن هو اللي كشف المفاجأة من الفيديو اللي طلع فيه وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ طبعا حسن حوارات كان عمل فيديو امبارح وقال ان انا يا خسارة حلقت وشعري لسه ما كبرش ومش هلحق احضر كل المفاجآت والافراح اللي في العيلة. طبعا ده بيؤكد ان في حاجة ما شاء الله جميلة هتحصل كمان بجوار عقيقة ابن محمود وسحر اللي كان اسمه الاول حسن وبعدين سموه ادم. كمان جواز محمد وميرفت واللي كل شويه بيأكدوا بطريقه طبعا ان هم بيحبوا يفاجئونا كالعاده، فقالوا ان هو محمد كمان وميرفت، وكمان ممكن ان ابو زياد هيرجعوا ويتصالحوا ان شاء الله. ودايما في كل فيديو بقول ان هم ان شاء الله هيتصالحوا واللم الشامل، واي حد عادي بيحصل اي مشاحنات ومثلا البطن بتتعارك فعادي يعني يا جماعه، المهم ان هم يتصالحوا ان شاء الله. واهم حاجه العيال عشان ولاد ام زياد الاربع عيال ما يحصل لهمش حاجه. اما بالنسبه بقى كمان لحمد ووفاء وما شاء الله التشجيع القوي جدا لتونس والمغرب في قطر كاس العالم 2022، وان شاء الله هتبقى للمنتخب العربي سواء تونس او المغرب او اي دولة موجودة، ربنا يوفق ان شاء الله. ونيرة ما شاء الله جابت الفول مارك في الدراسات الاجتماعية، وان شاء الله يا نيرة مع مزيد من التفوق والنجاح، وربنا يهدي لك الامور ان شاء الله. وانت عسل قوي يا نيرة، ان شاء الله تطلعي زي ما مامتك كانت بتدعي لك، ربنا يغفر لها ويرحمها ام زياد الجميلة دي.